اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى رايحين نصلي صلاه الفجر بتاعه العيد، اول يوم. كل سنه وانتم طيبين، ويدعى عليكم يا رب الايام كلها بالخير واليمن والبركات. طبعا خلص رمضان، وداع بقى يا رمضان، ونلتقي في رمضان اللي جاي. هنقابله بقى في رمضان اللي جاي. هنا بقى رحنا صلينا فين؟ في مسجد السيده زينب. صلينا في المسجد، كانت المفاجأة الحاسمة اللي هتشوفوها. بصوا أجواء بقى البلالين والحركات من فوق. أنا هنا بقى راح أدخل من عند الباب اللي هو فيه بابين. أنا هدخل من عند الباب اللي هو بتاع السيدات. باب الرجالة فيه بابين، وباب السيدات فيه بابين. أنا هدخل من الباب الرئيسي اللي هو على شارع بورسعيد. بصوا الساحة بقى من جوه، الله، حاجة كده عظمة على عظمة كده بقى. واحنا واقفين بنصلي صلاة العيد، صلينا الفجر خلاص، ودي بقى هنقف بقى عشان نصلي العيد. والتكبيرات بقى كانت شغالة، وقعدنا كبرنا شوية وكده، بس دوشة والناس كانت بتتكلم حواليا وكده. فانا بصراحة ما حبيتش ان انا اوريكم اسمعكم صوت الناس وكده. فبصوا هنا بقى اجواء كانت جميلة وسهلة وبسيطة، وكان جميلة جدا. البلالين دي بقى في حبل كده. الحبل ده عبارة عن خيط، اللي هو خيط السنارة. خيط السنارة دوت اللي هو الرفيع، خيط بلاستيك كده رفيع. ده اللي ما يعرفوش، اللي بيتعمل منه الشبك بتاع اللي هما بيصطادوا بيه السمك، اللي هما بتاع السنارة اللي بتصطاد السمك، اللي عارفه بس. وكانت الأجواء جميلة، وكله بقى بيزق في بعضه. أنا واقفة مكاني عادي، فجأة لقيت نفسي بلف، فجأة لقيت نفسي خارجة بره. كنا لمين لا مؤاخذة بقى حاجتنا كده في شنطة اللي بندوس بيها، وزي الفل كده، وتمام التمام. الشنطة دي اختي كانت معايا، خدتها مني. احنا كنا رايحين كلنا اخوات مع بعض وحبايب، خدتها مني. انا ماشيه مع واحده، والتانية خدت الشنطه ومشيت. لو تشوفوا المنظر، انا لقيت نفسي بزق. بص البلالين، يا الله. انا بقى كنت شايفه البلالين وهي نازله، وكنت كل اللي عليا بلبي الله اكبر الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. المنظر تحفه، غير ما انتوا شايفينه. انتوا تحسوا المنظر غير ما انتوا شايفينه خالص. واللي راح مسجد الحسين هيعرف ان مسجد الحسين شبه خالص المسجد السيدة زينب بالظبط من جوه. شبهين لبعض، متقاربين خالص، بس مش بالظبط اكيد. تهيالي الاختلاف بتاعهم بيبقى بسيط. ولا البلالين، بنوته جايبه بقى الخمار ولما في البلالين، تقولش البلالين دي ما فيش منها، بس هي حاجه حلوه ان هي حاجه نازله لك من فوق من السما، بدل ما حد يقعد يوزع في هدايا ويوزع في حاجات، وده يقول له طب هات تاني طب هات تاني. لا، كل حاجه بتبقى كل واحد ورزقه. البلالين هتنزل حرفيا لكل الناس. اللي هناك عند الرجاله هتنزل برضو، واللي عندنا فوق كده هتنزل في كذا واحده. المنظر بصراحه تحفه، حرفيا المنظر تحفه. هنا بقى خرجنا بره، كناش لابسين حاجه في رجلينا خالص، مستنين بقى حد يطلع علينا بقى بحاجتنا. وفي الاخر، والصدمه بقى بعد الزحمه دي كلها، اللهم صل على النبي، كان المنظر تحفه. بصوا هنا انا حبيت ان انا اثبتها لكم شويه، ان ده ميدان السيده. اللي على اليمين ده ميدان السيده، واللي على الشمال ده اتجاه احمد ماهر. الصفين اللي بيبقوا فيهم عربيات، حرفيا الشارع مقفول على الصفين، مفيش نفس لاي حد يعدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان المنظر رهيب، اللهم صل على النبي. سبحان الله، المنظر تحفة يا أشعر الجسم. كان المنظر جميل، وكان يوم جميل وما شاء الله اللهم بارك. هنروح نصلي تاني، وهنصلي بدري، وهنروح نصلي في الساحة بره، مش هندخل جوه ان شاء الله. الصلاة بتبقى جميلة. وبعد كده بصراحة عملنا الأكلة دي تاني يوم، ما كناهاش أول يوم، عملناها تاني يوم عشان خاطر بقى نظبط تظابيط. هو انا عملت اكلتين، ما عملتش اكله ان كان كل واحد بقى حابب ياكل حاجه معينه. بس بقى مش قادره اقول لكم على الجمال. طبعا انا لبست جوانتات عشان تقلل من الريحه في ايدي شويه، عشان الريحه بتلزق جامد قوي في الايد. فانا بصراحه لبست الجوانتات. ولو انتوا قرفانين تاكلوا بايديكم كده، ممكن برضه تلبسوا جوانتات في ايديكم.
بس يا ريت تلبسوها اللي هي بتبقى طريه مثلا شويه، ما تلبسوش اللي هي عامله زي الاكياس، ان هي حرفيا بتضايق، صوتها بيضايق. اللهم صل على النبي. الرنجه كانت تحفه. الرنجه دي انا جبتها ب110، اسمها ذهبيه. الرنجه دي تحفه، دلعه، ما تحسيش ان انت بتاكلي الرنجه اصلا من كتر جمالها. الرنجه طبعا بتبقى حاميه وكده، لا خفيفه جدا، خفيفه جدا جدا، مش لاغيه طعم الرنجه طبعا، لا هي فيها طعم الرنجه بس تحفه. وهي درجات، انا جبت دي ب110، وفي منها نفس النوع والجوده وكل حاجه ب105، وفي ناس بتبيعها 140، وبرضو درجات. انا معرفش يعني ايه الفرق بين الاسعار والدرجات ازاي، المفروض ان هي نوع واحد ونزل السوق. معرفش، في انواع كتير حلوه، وانا بصراحه مش عارفه ايه افضلهم، بس يعني انا جبت النوع ده وبصراحه طلع حلو. انا فصصتها زي ما انتوا شايفين كده، وبصراحه الموبايل بقى كان هيفصل شحن، فحطيته على الشحن شويه لغايه ما ايه، ما ظبطت كده تظبيط. حطيت طاسه على النار، وحطيت فيها حبه زيت صغيرين، ونزلت بقى بايه، بالفلفل. انا مقطعه الفلفل ومقطعه الطماطم ومظبطه كل حاجه. وبصوا بقى هنا، حرفيا متعة متعة بقى، الطشة كده والحركات، ده فلفل حراق على فلفل رومي. وهنا طماطمية كده حلوة، طماطمية بقى مستوية، طماطمية ناشفة مش هتفرق. هنا بقى الطماطمية مش هتفرق معاكي. هنا بقى كنت مقطعة البصل، وحطيت عليه خل وليمون وكمون، وكمان حبة بابريكا صغيرين وحبة شطة. الطعم كان تحفة. وحطيت كمان على البصل سكر وحبة مية، وقلبتهم كلهم مع بعض وركنته. بصراحة بيبقى جميل جنب بصورة، جنب عدس، جنب فسيخ ورنجة، بيبقى تحفة. ان البصل الاخضر ما عجبنيش خالص، بصراحة ما عجبنيش، ما بقاش ليا مزاج ان انا اكله كده، ما حسيتوش بصراحة. قلت لا، انا هاكل بصل احمر. وبصراحة انا ما بجيبش البصل الاحمر، طبعا غالي، انا مش بجيبه. ان البصل الاحمر بيتاكل ني، يعني بيكون افضل، ما بيتعملش بيه الاكل. اللي بيتعمل بيه الاكل طبعا الابيض، بس هو عامة بيسكر اي اكلة. بس لو البصلة حمرا قوي، حمرا قوي بصراحة، بيبقى طعمها مش حلو. البصل ده فتيلة وما فيهوش مية كتير، وكان بصراحة تحفة. بعد ما الطماطم اتشوحت كويس وابتدت تدبل، نزلت بالرنجة على طول ودوبتهم مع بعض. وكمان عملت ايه، عملت الفسيخ. واو بقى، واو، حرفيا واو. ما تقوليليش بقى اصل الفسيخ ما بيتعملش غير بالملح الخشن، لا، الفسيخ بيتعمل بالملح الخشن وبالملح الناعم. اعملي زي ما انت عايزه، اعملي اللي انت تحبيه، اللي انت شايفاه صح، سمي الله واتكلي على الله واعملي، وان شاء الله طول ما النية خير هتلاقي خير. انا بصراحة سبته فترة حلوة. انا يوم ما نزلته لكم، اليوم اللي انا عملته فيه، يوم ما نزلته لكم اليوم اللي انا عملته فيه، بصراحة كان حلو وكان جميل وكان تحفة. ويعني والنهاردة برضو انا فتحت عليه، يعني النهاردة تاني يوم العيد فتحت عليه، وكنت عاملاه قاعدة حوالي 10 ايام او 13 يوم حاجة كده. المقص بتاعي هنا بقول لكم بيتفك، وطبعا انا مشمره جامد عشان خاطر ما يبقاش فيه اي حاجه. انا طلعت الفسيخيه زي ما انتم شايفين كده، وعشان اعرف اتعامل معاها غسلتها من بره، ما غسلتش النخشوش بقى والبق والكلام ده كله، ما جيتش جنب الراس. بصوا انا جيت اقشرها عشان تنطر كده وتبهدل الدنيا، قلت لا ما بدهاش، انا اقشرها كده بايديا وهكون سهله وبسيطه. بصوا، تحفه تحفه، حرفيا تحفه. بدور في قشر تاني ما لقيتش، انا هقلبها بقى واطلع القشر كده بايديا. بصوا، ده دليل ان هي استوت كويس. بصوا، تحفه، ولا لونها بقى بيصفر ولا لونها بيجرى له اي حاجه. خلي بالكم يعني اللون بيفضل ثابت، اللون بيفضل ثابت زي ما هو. بصوا بقى الحته دي، بصوا اللقطه دي، تريت تريت تريت. طبعا بقى بتوع يا ويا والاف والكلام ده كله، لا لا لا، ما يتفرجوش على الفيديو، براحتهم. بس بصراحه بصوا، تحفه. طبعا انا اكلت منه كده، مستنيتش ان انا اكمل تنظيفها، بصراحه كان جميل جدا جدا. واكلته بعد كده بقى، فتحت الماتور وشطفتها وظبطتها، قطعتها وظبطتها التظابيط كده الجامده دي، وقطعتها كده. انا بعد ما قطعتها بالطول، يعني بالعرض على 3،
قطعتها بقى لكل واحدة على 2. بقوا كام؟ بقوا 6 حتت. كانوا 3 قطع بقوا 6 قطع بس. وكده مجهزة البصل معايا. طبعا مقدرش استغنى عن طبق البطاطس. حطيت ليمون كتير وما حطيتش خل خالص. حطيت ليمون كتير كتير، وحطيت بقى كام فساية كده من الزيت. فست 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 فست. على طول كده خلصنا ظبطنا. واقول لكم هنا الكمون كنت نسيته فحطيته بقى. وانا بصراحه بحب اقلب البصل كده بايديا، ما بحبش اقلبه كده بمعلقه ولا باي حاجه، احس ان البصل كده اتشبع يعني. وقطعت بقى كابوتشا وخيار وليمون بزياده للي حابب يحط. والرنجه بتاعتي غرفتها زي ما انتوا شايفين كده، مظبطاها على الاخر، وكان طعمها زي الفل. البسوا الجوانتات هتقلل من ريحه الفسيخ والرنجه في ايديكم كتير كتير كتير، وهيكون زي الفل معاكم. وهنا كده انا ظبطت التظابيط كلها. وبعد كده هحط هنا على الرنجة. انا ما حطيتش عليها غير كمون وهي على النار. وهنا حطيت عليها ليمون وخل بسيط عشان يطريها مش اكتر، عشان متبقاش ناشفه. وحمرنا وبطاطس شلتها نص تحميره ورجعت حطيتها تاني. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جديده.